صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل جيلي بالاناناس من دريم. جيلي بالاناناس هنعمله في اقل من 5 دقايق. طعمه حلو ولذيذ وناجح بكل سهولة ومتماسك من اول مرة. بس ظبطي المقادير بتاعتك، يعني المقادير لو مشيتي عليها مظبوط هيطلع منك حلو او متماسك. في ناس بتزود المقادير عشان تكتر، ده بيطلع مجرد ما يدخل في التلاجة بيطلع مية مش رابط قوي ولا جامد. لازم الباكو معروف ليه مقدار معين ما يختلفش عليه اتنين. يعني الباكو عليه كوبايتين مية، واحدة سخنة واحدة باردة، حسب ما انت بتعمليه على النار او بتعمليه في بولة كده زي ما انا بعمل. اول حاجة جبت البولة اللي احنا شايفينها دي، وبعدين نزلت بالباكو الجيلي. انا جايبة جيلي دريم اناناس، طبعا بالطعم اللي انت عاوزاه، ده اختياري ليكي. نزلت اول حاجة بكوباية المية السخنة وقلبت تقلبتين زي ما احنا شايفين، وبعد كده نزلت بكوباية المية الباردة. كوباية مية سخنة وكوباية مية باردة، بس الكوبايتين يكونوا مقاس واحد، وما تزوديش عن الكوباية اللي هي 200 جرام. انا عايزاه يبقى متماسك وحلو، ومجرد ما يدخل التلاجة يعني كتير وساعة. انا خلاص حطيت الكوبايتين وقلبت كويس قوي قوي. معلقة السكر دي اللي انتوا شايفينها دي اللي بتخلي الجيلي يتماسك من اول ساعة، ولو مش عايزة تحطيها يا حبيبتي براحتك، ده اختياري. وقلبيها كويس قوي قوي، وبعدين انا حاطه يعني معلقه مش هرميه، مش كبيره قوي. مش عايزه تحطيها براحتك، مش مشكله، ده اختياري ليكي. وقلبي كويس قوي قوي زي ما احنا شايفين كده، لان الجيلي بتاعنا او الجيلي عامه عباره عن بودره، فلازم تتحط في الميه وتدوب، ما تشوفيش فيها اي حاجه خالص. الحبيبات دي لازم تختفي تماما. انا كده خلصته وسبته برد شويه لحد ما برد خالص كده. جبت كاسات زي ما انت شايفه، ممكن كاسات، ممكن كوبايات، ممكن اطباق بتكون غويطه شويه، اي بوله عندك اللي انت عاوزاه اختياري ليكي. انا احط هنا عندي مشمشيه بواقي من رمضان، وطبعا لازم اتخلص منها متقعدش عندي فتره، فقلت استغلها واحطها في الجيلي. زي ما احنا شايفين هي كده جامده، بس ما تخافوش، مجرد ما تتحط في الجيلي وتسيبيها في التلاجة هتلاقيها تكبر وتطرى وتبقى حلوه. هنا هحط في كل كاس 3 وحدات زي ما احنا شايفين بالمقص كده او بالسكينه. انا عملته شرايح رفيعه، ولازم تعمليه شرايح رفيعه، ما تحطوهوش بحاله ولا بالنص زي ما انتوا شايفين كده. طبعا لو انت عندك قراصية ممكن تحطي فيه، عندك فواكه ممكن تحطي فيه، لو عندك اناناس ممكن تقطعي مكعبات وتحطي فيه، بيبقى حلو قوي. عايزة تخليه كده بدون اي حاجة، حلو جميل جدا، مش محتاج حاجة معاه، هيبقى حلو قوي قوي زي ما احنا شايفين كده. بس الباكو يعني للأمانة عمل لي 6 كاسات. انا هنا جبت الكبشة وهحط في كل واحد 2، في كل كاس كبشتين زي ما احنا شايفين. ما تمليش الكاس قوي لانك بتحطيه في التلاجة، ممكن ما تيجي تدخليه يقع منك، ولو ملاتيه خالص لفوق خالص شكله مش هيبقى حلو، يعني ذوقيا كده يبقى 3/4 كده. هحط، هو خدت يعني كبشتين الا مش كبشتين كاملين بالشكل ده. هسيبه طبعا يبرد تماما خالص خالص، ادخله التلاجة. اوعي تحطي اي حاجة سخنة في التلاجة او فترة عشان الفريون بتاع التلاجة ما يقلش. بعد كده دخلته التلاجة، اخد ساعة واحدة بس. طبعا انا حاطه فيه معلقه السكر، المعلقه السكر دي بتساعد على التماسك زي ما احنا شايفين. المشمشيه شايفين صغيره ازاي؟ هتشوفوها دلوقتي لما دخلت التلاجة وقعدت ساعة هيبقى شكلها ايه، كبرت كده وطرت وما تيجي تاكليها تحس ان انت بتاكلوا موز، ما بتاكليش حاجة ناشفة. دخل التلاجة ساعة، ده شكله النهائي بعد ما طلع من التلاجة.
وشايفين يعني انا مركزه لكم على المشمشيه، شايفين شكلها كبر ازاي وطرى ازاي. زي ما احنا عارفين ان الصيف جه وعاوز حاجة ترطب علينا في جو الساونا ده. اعمليه بطريقة حلوة ومظبوطة جدا. ما تعملوش لا خفيف قوي ولا جامد قوي. هما كوبايتين بس، زودتي عن الكوبايتين صدقيني مش هتتلاقيه في تماسك كده، تتلاقيه حاجة سايحة كده وانت بتاكليها. فهم الباكو عليه كوبايتين، كوبايتين، واحدة سخنة وواحدة باردة، هيطلع قوامه حلو قوي قوي وكمان جميل كده ولازم تجربيه. وهقولك حاجة، مهما اقولك تحفة وجميل وطعمه حلو، لازم تجربيه، لان مهما اوصفلك حلاوته صدقيني مش هتحسي بيه الا لما تجربيه. تحفة وجميل، ولو عملتيه بنفس المقدار هيطلع منك ناجح من اول مرة. وصفة سهلة وبسيطة ومقاديرها معروفة. الباكو بيعمل 6 كاسات، والباكو مش غالي، ب17 جنيه، وبعمل 6 كاسات حلوة قوي. ولو عندك فرماسيلا حطي كده زي ما انا عاملة، لو ما عندكيش خلاص ما فيش مشكلة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.